دول كام ياض؟ ودول كام ياض؟ ودول كام ياض؟ يبقوا كام ياض؟ 15. 15 يا اخويا، وتطلع منك المبروك. تطلع منك المبروك. شكرا لكل اخواتي اللي باركولي امبارح على فيديو امبارح بفوز الزمالك بالدوري، اخواتي الاهلاويه المحترمين اللي في ظهري دايما. لكن كالعاده الحلو ما بيكملش، وكالعاده كل احتفال للزمالك لازم تلاقي فيه خناقه، لازم تلاقي فيه الفاظ خارجه خارقه فعلا، لازم تلاقي فيه مشكله بتحصل تعكنن علينا الفرحه، تعكنن علينا الاحتفال، وكاننا بنحتفل احتفال شوارع. ده لو فريق كسب دوره رمضانيه بيبقى احتفالهم منظم عن كده. فضيحه خناقه بين لاعبي الزمالك واداريين نادي الزمالك في اثناء الاحتفال بالدوري، والفاظ خارجه بتتقال وسط التصوير وسط الكاميرات. يعني انت لما بتيجي تتخانق كده مش واخد بالك ان في ناس بتصور، مش واخد بالك ان انت متشاف. يا جدعان الدوري معانا وملكنا وهيفضل معانا طول السنه. نفسي اعرف ليه ما بنعملش تنظيم للاحتفالات. انا مش عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب، ومعاكم أكبر بائس محلي بطل الدوري والكاس 20، بطل الدوري والكاس 25 26 راموس الغلابة. غيرت الجملة، غيرت المقولة، هقولها تاني. معاكم راموس الغلابة بطل الدوري 25 26. اتمنى كل اللي يشوف الفيديو يدعمه بلايك وشير، واللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. ولو ما عملتش كل ده على عيني وعلى راسي، منورني ومشرفني دايما. اهم حاجه ما ننساش اخواتنا في فلسطين وسوريا ولبنان والسودان من الدعاء. ربنا ينصرهم ويأيدهم بنصره ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم ويسدد رميهم، اللهم امين. والدعاء لوالدي ولاموات المسلمين جميعا بالرحمه والمغفره. ويلا نبدا حلقتنا. قبل ما نبدا، اول ما نبدا الحلقه كده هفرجك على فيديو للاسف محرج في احتفالات نادي الزمالك وخناقه ما بين حسام عبد المجيد واداري في نادي الزمالك، وهقول لك السبب والقصه. لكن خلينا نشوف الفيديو ده. ما تزعليش يا تيتو تاني، ماشي؟ ما تزعليش تاني، ما تزعليش تاني، فاهم ولا لا؟ ما تزعليش تاني. يعني انا مش عارف اقول ايه الصراحه. انا ما عنديش تعليق، انا ما عنديش تعليق اقوله. تقريبا من العناوين اللي انا شفتها في كذا فيديو، اللي فهمته ان اداري الزمالك كان عايز ياخد بطوله الدوري علشان يديها لاولاد محمد صبري رحمه الله عليه، طبعا لاعب نادي الزمالك السابق اللي توفاه الله، ربنا يرحمه يا رب. ودي مناسبه كويسه عشان ندعي له بالرحمه والمغفره. فتقريبا الاداري ده كان عايز ياخد الدوري علشان يوديه لاولاد محمد صبري ويتصوروا، او عائله محمد صبري ويتصوروا صوره تذكاريه مع الدوري. طبعا احنا المفروض بنصدر للاعلام ان ده دوري محمد صبري، دوري والد محمد شحاته، ربنا يرحمهم جميعا يا رب. بنصدر للاعلام كده ان ده دوري محمد صبري، فاكيد هياخدوا الدوري يتصوروا مع عائله محمد صبري. ايه المشكله بقى معاك يا حسام عبد المجيد؟ طبعا قله ادب. لا انا هاخد الدوري، لا احنا هنتصور احنا الاول وهنلف الاستاد كله. يا عم ما تعمل كل اللي انت عايز تعمله. يعني ايه مشكله حسام عبد المجيد او ايه مشكله الاداري اللي اسمه تيتو؟ ايه مشكلتكم انتوا الاثنين؟ الدوري بقى معانا يا جماعه، هو الحرمان وحش؟ الدوري بقى معانا، الدوري بقى ملكنا، نحتفل بيه طول السنه، نحتفل بيه طول اليوم، نحتفل بيه لحد السنه الجايه. ايه بقى الخناقه اللي بتحصل دي؟ ايه خناقه الشوارع اللي بتحصل دي والالفاظ اللي بتتقال دي وتتصدر للناس؟ هيجي واحد يقول لي يا عم المتزملك ما تفرح. يا حبيبي ما انا فرحت وهللت والدنيا تمام، لكن المنظر وحش، المنظر سيء. خناقاتنا اثناء الاحتفالات ديت هي اللي لبستنا غرامه قبل كده 500,000 دولار ساعه نهائي الكونفدراليه، لما نزل الكابتن احمد سليمان قبل مراسم التتويج وخد الكاس ولف بيه، وده ممنوع. لما الكابتن شيكابالا قرر ان اللي يرفع الكاس ابنه، وده ممنوع.
لما قبل كده نتخانق مع رئيس اتحاد كوره، وقبل كده نتخانق ما اعرفش مع مين، كل احتفال للزمالك حرفيا لازم مشكله ولازم خناقه. ليه ما بننسقش احتفالاتنا؟ ليه ما بنرتبش احتفالاتنا؟ سواء الاستاذ تيتو اداري نادي الزمالك او سواء حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك، الدوري معانا طول السنه مش طول اليوم. يعني اللي عايز يتصور هيتصور، اللي عايز يلف هيلف، اللي عايز يفرح هيفرح، كل حاجه سهل تتعمل. ليه مفيش تنسيق؟ الاحتفالات ليها تنسيق؟ طبعا ليها تنسيق يا راجل. ده احتفالات بيراميدز بدوري الابطال او بالسوبر الافريقي او بكاس مصر احسن من احتفالاتنا، وفيها احترام وفيها تنسيق وفيها رقي، بمعنى اصح ما بتشوفش خناقات. احنا بقى لحد امتى كده؟ حرفيا كل بطولة بنكسبها لازم يحصل مشكلة. ما هو ده بيخلي شكلنا وحش يا جماعة، ده بيخلي شكلنا وحش. دوري 20 برضه 2021 او 22 لازم تلاقي خناقة، لازم تلاقي مشكلة. كونفدرالية تلاقي خناقة، تلاقي مشكلة. سوبر افريقي تلاقي خناقة، تلاقي مشكلة. طب ليه؟ طب ليه؟ ما احنا بنتفرج. انا اكيد هقول لك الاهلي يعني، ولا هقول لك مين يعني؟ هقول لك بتروجيت. بنتفرج على الاهلي وهو بياخد الدوري وبياخد السوبر وبياخد الكاس وبياخد دوري الابطال والسوبر الافريقي، وبيروح كاس العالم للانديه وبياخد البرونزيه وبيكسب بطوله الثلاث قارات. ولا مره عمري شفت خناقه بتحصل في احتفالات الاهلي من تنسيق اللي عارفين هيعملوا ايه، ومراسم التتويج كلها بتبقى كويسه جدا. ما بنشوفش لا لفظ خارج ولا خناقه ولا عركه ولا اي حاجه. ليه دايما عندنا دايما نسوق الحاجه الحلوه؟ ليه لازم نحط الملح على التورته بعد ما تخلص؟ طبعا شكل مهين جدا، شكل مؤسف جدا، خناقه ملهاش اي لازمه. خلي بالك على نفسك، خلي بالك على شكلك. اعمل مراسم تتويج محترمه، نصك انت هتعمل ايه، لكن ما تبقاش بالهرجله دي. وكل مره نلاقي خناقه واتنين بيتخانقوا مع بعض ولفظ خارج من حسام عبد المجيد. طب ما انت بتتصور، طب ما معروف ان الفيديو ده هيبقى ترند، طب ما معروف ان الصحافه كلها هتناقش اللي حصل ده وتتكلم عنه وتنتقده. طبعا ايه لازمتها؟ يوم فرحه وكله فرحه وفايزين ببطوله ايه لازمتها؟ ايه لازمتها؟ انا ما اعرفش. لكن الحمد لله في الاخر الزمالك بطل الدوري ال15. عارف انه الدوري سنه 74 ولا 75 ملناش دعوه يا جماعه. اكيد انا فرقتي خد الدوري احتفل وافرح، ده طبيعي يعني. حتى لما انا عارف ان انتوا عندكم منه كتير، وعندكم من دوري الابطال كتير، وعندكم الكاس كتير، وعندكم السوبر كتير، وعندكم من كل البطولات كتير. انتوا اكتر فريق واخد بطولات في العالم. يعني انتوا مش جامدين عليا انا بس، ده انتوا جامدين على العالم كله. بقول لك اكتر فريق واخد بطولات في العالم، فطبيعي يعني يا جماعه. وتاني بشكر اخواتي الاهلاويه اللي باركولي على بطوله الدوري. وبرضه اتسالت على الفيس وعلى اليوتيوب انت ليه ما اتكلمتش على ضربه جزاء بالحاج والاشاره والكلام ده زي ما قلت لك في فيديو امبارح. هيقول لك بقى متزاملك وانا مش ناقص صداع. وللامانه من اصدقاء زملكاويه مقربين جدا ومنهم صناع محتوى، لان انا ما شفتش ضربه الجزاء اللي اتحسبت، كنت بجيب حاجه من تحت، فقالوا لي اصلا ان ضربه الجزاء دي فيها شك اصلا ان هي غير صحيحه. زائد هدف الزمالك اللي جابه سيكو بنزا برضه في شك ان هو هدف صحيح اصلا. فكده كده الزمالك بطل الدوري يا جماعه. حتى لو ضربه الجزاء يا عم جت جول هيبقى الماتش 1-1. او ضربه الجزاء اللي ضاعت ديت قصاد جول الزمالك اللي المفروض ما كانش يتلغى، برضه انا ما شفتهوش. واصدقاء زملكاويه مقربين منهم صناع محتوى انتوا بتحبوهم جدا قالوا لي الجول بتاع الزمالك تقريبا صحيح وضربه الجزاء على الزمالك غير صحيحه. فعادي يا جماعه، كلها اخطاء تحكيم، كلها حاجات وارده في كره القدم. لكن الزمالك استحق الفوز بالدوري. انا قلت لك قبل كده اني ضد نظريه المؤامره، رغم اني عارف ان الاهلي اتظلم قصه محمود وفا، ومحمود وفا لسه حاسب ضربه جزاء امبارح. ضربه الجزاء دي محمود وفا حسبها امبارح في بطولة شمال افريقيا او بطولة افريقيا تحت 17 سنة. حسب ضربة الجزاء اللي هي مرضاش يحسبها للاهلي امام سيراميكا. معاك في كل الكلام ده، ما اعرفش اقول لك ايه. لكن زي ما قلت لك الاهلي برضو اثر في حاجات كتير، اثر في ماتشات كتير. الادارة كانت غلط في اختيار مديرين فنيين كتار زي ريبيرو زي سواريش. الاداره كانت غلط في صفقات كتيره زي احمد عيد زي مروان عثمان فانتوا عارفين ان انتوا كنتوا سيئين في كذا حاجه. التحكيم ظلمكم طبعا، انا معترف بده، لكن اخطاء التحكيم على الكل.
في الاخر الزمالك بطل الدوري 25-26. شكرا جدا لكل اللي بيدعموني واللي بيساندوني واللي باركولي، وهارد لك بقى ليكم باذن الله. نقعد 3-4 سنين كده والمقوله الشهيره مين يعيش ويشوف الاهلي بياخد الدوري تاني. سلام عليكم.